السلام عليكم، أهلا بيكم في حلقة جديدة وموضوع جديد. النهاردة معايا فكرة بوست أنت بتشوفه بشكل متكرر على الانستجرام. الفكرة فيه إن هو بيبقى صورة ولكن بتتقسم على جزئين. تقدر إنك أنت كل ما تقلب في الصور تلاقي الصورة بتكمل معاك، بيبقى شكلها مختلف وإنك أنت تقدم بوست بشكل مختلف. واسم البوست ده سيمليس بوست، وبإذن الله النهاردة هقولك إزاي تعمله عن طريق الموبايل اللي معاك بشكل سهل جدا. كل اللي علينا بقى ان احنا هنجيب الصورة اللي احنا هنبتدي نشتغل عليها عادي جدا، وهفتح تطبيق لايت روم. اجي عند اداة الكروب او القص بعد ما اجيب الصورة بتاعتي، وهبتدي اجي عند اختيارات او مقاسات الكروب اللي انا هشتغل عليه. اختار اخر مقاس اللي هو 10/16، وهبتدي ان انا ادوس عليه واحفظ الصورة عندي. ولكن نركز ان انا هحفظ الصورة دي مرتين عندي، يعني هعمل لها سيف مرة وارجع تاني اعمل لها سيف وانا في نفس النقطة. وبعد كده مش هحتاج اي تطبيقات تاني، هروح على الصورة ذات نفسها من على الموبايل، وهلاحظ ان في اي موبايل في كلمة اسمها تحرير او تعديل على الصورة. هبتدي اجي عند اداة الكروب او القص برضو، واختار المقاس ده واركز ان انا مش عاوزها بالعرض، انا عاوزها بالطول. وهشد الصورة بتاعتي اقصى اتجاه اليمين، ولكن اركز ان انا مش عايز اعمل زوم في الصورة، انا بس بشدها ناحية اليمين. نفس الكلام هعمله مع الصورة التانية اللي انا حفظتها او النسخة التانية من الصورة. هبتدي ان انا اعمل نفس الكلام او الصها بالمقاس ده بالشكل الطولي، وهبتدي ان انا اعمل لها في الاتجاه المعاكس اتجاه الشمال اقصى الاتجاه. لما الاحظ الاقي الصورتين جنب بعض لو انا عملتهم هيكملوا بعض. تقدر بقى بشكل سهل جدا تعمل لهم ابلود على الانستجرام بشكل سهل جدا، والموضوع هيطلع معاك ممتع. خصوصا لو انت بتصور صور ليها علاقة بالطبيعة، او صور مثلا ليها علاقة بصورة مثلا عريضة وانت مش هتقدر انك انت تنزلها. خصوصا ان الانستجرام بيخليك تنزل مقاس 1:1، فهنا الموضوع يبقى اتحل. اتمنى تكون استفدت، ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت على الفيديو ده، واي حاجة انت عاوزها تقدر تكتبها لي في الكومنتات. انا يحيى الشافعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.